هاي، عاملين ايه؟ وحشتني كتير. ادي كده اهلا بكم في يوميات نغومه. وزي ما تعودنا اول حاجه نخش نعمل اللايك ونشترك ونشير. اوكي. انا النهارده جايه اكلمكم عن المقاطعه. بالمناسبه المقاطعه دي هي صوتنا اللي هيوصل للعالم او اللي وصل للعالم. صوتنا اللي قال ان المصريين ليهم اراده وليهم كلمه، واحنا مش بنتكلم بالكلام، احنا بنتكلم بالفعل. تمام. فالمقاطعه ديت كانت صادره مننا، احنا بنقول احنا مش موافقين على اللي بيحصل، احنا بنحتج. فدي كلمتنا احنا كشعب. فاظن ان الرساله وصلت. انا ما بحبش اتكلم في السياسه فهنركنها على جنب. تعالى بقى ايه للمنتجات بتاعه المقاطعه. فانا طبعا كمواطنه مخلصه ومع القضيه، فقلت اشوف المنتجات اللي داخل المقاطعه عشان اقاطعها. فالقيت نظره، فحسيت ان انا كان عندي نظره مستقبليه من زمان كده، وان انا اصلا مقاطعه من زمان. بس ما علينا، انا هقول لكم الحاجات دي، يمكن جايز يعني حد يكون كان مقاطع معايا. قال لك في منتجات الجبنه الكيري، البريزيدون طبعا انا جايبه لكم المنتجات اللي هي ايه عليها سبوت شويه كده، مش كلهم طبعا، بس انا جايبه لكم المنتجات يعني ايه اللي كلنا بنسمع عنها. فقال لك الكيري والبريزيدون وتاما. فحضرتك انا كمواطنه عندي نظره اقتصاديه، ما كنتش اصلا بجيب الحاجات دي. ليه بقى؟ لان انا مش هروح اجيب مثلثات، 8 مثلثات مثلا، يعني 8 مثلثات كده ب 40 50 60 جنيه واحطهم في كام رغيف عيش، لا مني هشبع وفي الاخر جبنه. يا جماعه والله جبنه. فكده كده اساسا ما كناش بنجيب لا كيري ولا بريزيدون ولا الجو ده. فاحنا يوم ما كنا بنحب نجيب الجبنه كنا بنجيب يعني قالب جبنه كده ب 10 جنيه من عم ابو احمد من اول الشارع، او بنجيب اللي هي الجبنه السيراميك ديت اللي هي 15 جنيه اللي هي في العلب. اوكي. فاحنا طلعنا مقاطعين الجبنه والله يا جماعه. تمام. قال لك ايه بقى؟ قال لك بالنسبه للمشروبات في ليبتون وفي نسكافيه. حضرتك احنا من زمان قوي ما بيجيش معانا سكه غير الشاي بنشاره. فاحنا اصلا ما بنقربش الليبتون ده، ما يعدلش الدماغ. فاحنا من زمان بنجيب اللي هو الشاي ابو نشاره، عادي خالص. احنا اتعودنا واحنا عارفين اصله، وهو بيحبنا وبنحبه وبيمزج لنا دماغنا. لما بنحب نشرب نسكافيه بنجيبه سايب، اصل هو دلوقتي بقى يتباع زي القهوه. فانا ما عنديش مشكله، يوم ما احب اشرب نسكافيه هروح اجيبه السايب دوت، انا ما عنديش مشكله. فانا طلعت في الاخر برضو مقاطعه ليبتون ونسكافيه. بس انا برضو كمواطنه مخلصه لازم اقاطع، ما انا لازم يعني. فقال لك ايه بقى؟ قال لك في منتجات تانية زي الشيبسي، زي البيبسي، دوريتوس، الحاجات دي، زي الليز ده طبعا ايه يعني احنا بنسمع عنه بس او بنشوفه ايه في الاعلانات الخليجيه، لكن اكتر من كده احنا ما بنقربلوش. شيبس زي الشيبسيات، بس هو ايه غالي شويه واوفر. فاحنا برضو بنظرتنا الاقتصاديه بعدين عنه من زمان. بالنسبه بقى للشيبسي والبيبسي والحاجات التانية ديت، والله هو كده كده الدكتور منعنا عنهم، فمش بندخلهم البيت كتير، مره كل سنه، فاحنا هنمنع المره دي. تمام. اوكي. بس انا برضو كمواطنه عايزه اقاطع. فقال لك ايه بقى؟ قال لك في محلات الاكل يعني طيب اوكي ماشي. فقال لك عندك هاردس، بيتزا هات، كي اف سي، و يعني بيتزا كينج تقريبا. ف انا مش عارفه اقول ايه الصراحه، بس احنا يا جماعه يعني برضو بنظرتنا الاقتصاديه ما بنخشش الاماكن دي. تمام. الاكل في البيت مال، والاكل في البيت نضيف، مالها السبانخ كلها حديد، ماله القلقاس. فاحنا لما عيالنا بيجي يقولوا لنا مثلا عايزين ناكل مش عارفه بيتزا مش عارف ايه، فاحنا كأمهات مصرية بنجيب البيتزا ونعمل حتة العجينة كده، ونعمل البيتزا كده ايه متينة كده، ونحط عليها كل الحاجات اللي في الدنيا. تمام. كل الحاجات اللي عندنا في التلاجة، وبنعمل احلى بيتزا، تاكل الخرطة من هنا وتقفل بطنك من هنا. لكن ايه احنا ما بنخشش الجو ده، يعني احنا ما بيمشيش معانا جو بيتزا هات وبيتزا كينج وهاردز وكي اف سي يعني يا جماعه. لا، احنا من زمان واخدين ان الحاجات اللي بره ديت بتعمل مشاكل في البطن، فاصلا احنا مقاطعين. فقال لك قاطع كارفور. يا جماعه احنا اصلا يعني يوم ما وبنلبس الهدمه بنروح نجيب من على السوبر ماركت اللي على اول الشارع، او من عم ابو احمد برضو اللي على اول الشارع. يعني احنا اساسا ما بنمشيش كتير وما بنخشش كتير وما بنتجولش كتير.
فإذ فجأة حسيت ان انا مقاطعه من زمان. يعني انا نفسي اقاطع بس مش عارفه اقاطع ايه بالظبط. يعني انا نفسي احط ايدي على المقاطعه دي بس مش عارفه اعمل ايه. يعني انا نفسي يعني اقاطع بس انا مش عارفه اعمل ايه. انا كان عندي نظره مستقبليه زمنيه كده من زمان ومقاطعه والله يا جماعه. فيعني دوروا لنا يا جماعه على حلول تانية للناس اللي مقاطعه اصلا من الاول، عشان احنا عايزين نقول كلمتنا. اوكي اوكي، يلا انتظروني في حلقه جديده من يوميات نغمه. اوعوا تروحوا في اي حته. باي.